3 حاجات ما تعملهمش غير لو عندك دوكيومنتيشن قوي. رقم 1 انك تعمل اب سيلز، رقم 2 انك تفتح فرع جديد، رقم 3 انك تعين اي حد في الشغل عندك او في الشركة. مش هتلاقي الامور ماشية زي ما انت عايز، وهيبقى اللي انت بتعمله ده مش انسب حاجة، لانك هتشوف ان الفرع الجديد مش زي الفرع القديم، وان اللي انت عينته جديد ما بقاش زي القديم، وان الاب سيلز كمان عندك مش جايب النتيجة اللي انت متوقعها، وده بسبب الدوكيومنتيشن. محتاج ان انت تاخد مرحله الدوكيومنتيشن دي باهتمام جدا جدا جدا، لان هي ببساطه البافر بالنسبه لك اللي بتقول لك انت دلوقتي جاهز ان انت تعمل جروث ولا لا. وعشان تعمل جروث فانت محتاج تعدي على واحده من الثلاثه، يا اما هتعين ناس جديده تشتغل الشغل اللي انت بتعمله او اللي ناس تانية بتعمله، يا اما هتفتح فرع جديد وتبدا تزود انتشارك وتزود السيلز بوينتس بتاعتك، يا اما هتبدا تشتغل على الكاستمر اللي اشترى منك قبل كده وتبدا ان انت تعمل له اب سيلز. لكن كل واحده منهم محتاجه تعدي على الدوكيومنتيشن. محتاج يكون عندك مانيوال لكل اوبريشن عندك ولكل بوزيشن عندك، وهو ده اللي هيخليك ان انت تقدر تعمل جروث ببساطه. والمانيوال ده اهم حاجه فيه ان هو يكون فيه كل التفاصيل وكل الصور وكل الدوكيومنتيشن اللي انت محتاجه، بحيث اللي يجي يستخدم المانيوال ده ما يحتاجش يرجع لاي حد. كل لما التفاصيل اللي فيه كانت زياده، كل لما الجروث بقى احسن وبقى اسرع وبقى اكبر. بزنس كتير بتقع في حته ان هي مش قادره تعمل جروث بسبب التوثيق، بسبب ان كل تفصيله مش مكتوبه، تفاصيل عن العميل، تفاصيل عن البروسيس، تفاصيل عن البوزيشن. 3 حاجات محتاج ان انت تبدا ان انت تعمل لهم دوكيومنتيشن.